السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعرف ازاي نوفر من غير ما نقصر. هنمشي على قدنا، وزي ما قلت لكم اللي عنده اي فكرة يقولها للتاني عشان نعدي الظروف الصعبة اللي احنا فيها. ربنا يعديها على الجميع بخير يا رب العالمين، وربنا يعين كل واحد على الحمل اللي هو فيه. يلا بقى، لو انت مش مشتركة في القناة انزلي بسرعة يا قمر اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك اي اشعار انا بنزله، ودوسي لايك للفيديو. ويلا بينا نشوف ازاي نوفر من غير ما نقصر، ازاي نوفر بشوية حاجات كده بسيطة كده باذن الله هتوفر معانا جدا جدا. طبعا اول حاجة هتوفر معانا انك تستبدلي الفراخ بالبانيه. ممكن هتجيبي فراخ مش هتجيبي عشان تطبخي بيها وكده، بس الاكتر انك تجيبي بانيه. البانيه من الحاجات الحلوه قوي قوي في التوفير، سواء كان مخلي جاهز او جبت الفرخه انت وخليتيها. وهقول لك ليه. كيلو البانيه سعره تقريبا من 215 ل 220 جنيه، بيعمل حوالي من 16 ل 20 شريحه. خلاص ماشي. سعره تقريبا مساوي سعر فرخه بلدي مع زياده 5 جنيه كده ولا حاجه، يعني مش حاجه. لو قطعت الفرخه 8 قطع، الدبوس مثلا، الدبوس مش الورك الكامل، يعني سعره يساوي شريحتين او 3 من البانيه. فشوفي بقى البانيه فيه توفير قد ايه. والاطفال والشباب بيحبوا جدا السندوتشات الجاهزه اللي بتتباع بره. احنا نعملها بسهوله من البانيه، بكل سهوله في البيت. زي ايه مثلا؟ ممكن نعمل شاورما. تقطعي كام شريحه كده من البانيه رفيع جدا، واعمليها بالطريقه اللي تحبيها. وفي الاخر بقى زودي كميه الخضار. ممكن تحطي على النص كيلو بانيه 4 بصلات كبار كده حلوين. ممكن تحطي كمان 4 قرون فلفل خضر او الوان على حسب الموجود عندك، و4 طماطميات كبار. وان شاء الله هتلاقي الطعم جميل جدا جدا، هيبقى الطعم كده زي العسل. هيبقى الطعم جميل جدا باذن الله، لان الخضار هيشرب من البانيه وهيبقى طعمه جميل جدا جدا، وهيرمي معاكي كميه حلوه بسم الله ما شاء الله. ممكن تعملي الشاورما دي فته، او تحطي كده تعملي الرز، شويه رز وعلى تحمصي شويه عيش وتحطي الشاورما على الوش. او ممكن تاكلي الشاورما دي في عيش فينو او عيش كايزر. لسه عامله معاكم العيش الكايزر على القناه بطريقه حلوه قوي قوي واقتصادي جدا، وطلعت النتيجه مفيش احلى من كده. او تعمليه في عيش تورتيلا، وباذن الله نعمله مع بعض على القناه. ممكن نعمله كده زي ما هو، نحمره في بيض وبقسماط ونعمل سندوتشات بانيه مع شويه خس في السندوتش وكاتشب وبطاطس محمره. مش لازم يكون جنبه مكرونه او طبيخ، السندوتش وحده مع السلطه يكفي، يعني كده يعني حاجه تحفه بسم الله ما شاء الله. ممكن كمان تقطعي البانيه دي مكعبات، وتشوحيه مع شويه بسله وجزر وتشوحيهم مع بعض، وتضيفيه مع الرز وعليهم معلقه كركم او كاري، وتسويهم في حله واحده. وجبه كده متكامله جميله جدا جدا، مكونه من خضار وبروتين ونشويات. بصراحه مفيش احلى من كده، ومن غير حلل ومواعين كتير. ممكن كمان نفرم البانيه ونعمله كفته بيرمي كميه محترمه. او ممكن عملتيها كفته كده دواير، تشوحيها وتحطي معاها بطاطس كده وفي صلصه، تعملي جنبهم حبه رز كده، حاجه كده محترمه بسم الله ما شاء الله. او ممكن تعملي مكرونه بشاميل، تشوحي برضو مكعبات الفراخ من البانيه دي مع بصل وجزر وفلفل وطماطم، واعملي بيهم المكرونه البشاميل. وجبه كده متكامله مكونه من خضار وبروتين ونشويات، يعني مش عايزه حاجه تاني جنبها، هي كده كده تكفي. يا رب تكون فكره البانيه دي وصلتكم. نيجي بقى ندخل للحوم. طبعا اللحوم هنجيب اللحوم المفرومه. اللحوم المفرومه دي بترمي معانا كميه حلوه بسم الله ما شاء الله، نعمل منها اي حاجه نحبها. ممكن تعملي كفته رز ترمي معاكي كتير، لان احنا هنحط عليها دقيق رز، فالكميه كده كده هتزيد. اعملي كوبيبه بنضيف فيها البرغل الناعم، وبترمي معانا كميه حلوه قوي. الممكن الكفته قصدي، ممكن تضيفي عليها عيش فينو، هتزود معاكي الكميه وهتقضي باذن الله. لو ميزانيتك كده على القد، يعني كده حاجه صغيره، بلاش تجيبي اللحمه البلدي، هاتي لحمه برازيلي. ممكن تضيفي عليها دهن بلدي من عند الجزار، هيديكي طعم، يعني طبعا مع شويه توابل هيديكي طعم اللحمه البلدي. لو بقى نفسك تعملي صواني بقى ومكرونه بشاميل وجلاش ما عندكيش لحمه مفرومه، هنستبدل اللحمه المفرومه بايه؟ بالقوانص. طبعا تفرمي القوانص وتعصجيها بالبصل والفلفل والجزر، زودي كده كميتها وهتبقى تحفه جدا. افرميها كده وعصجيها، تبقى زي العسل، وهتحشي بيها اي حاجه انت تحبيها. تحشي بيها الجلاش، المكرونه بشاميل، براحتك تماما.
وحاجه كده موفره جدا جدا واقتصاديه، وتبقى كأنها لحمه ومحدش باذن الله هيعرفها خالص، وهياكلوا سكتم بكتم كده محدش هيعرف. وكمان لو عندك مشكله في كميه الاكل وخايفه انه ما يكفيش معاكي، اعملي شويه كده شوربه لسان عصفور او شوربه شعريه جنب الاكل وقدميهم قبل الاكل. يعني قبل ما تغرفي كده الاكل، غرفي الشوربه كده وقدميها بالهنا والشفا، الاكل باذن الله هيقضي ويفيض معاكي. ممكن كمان تعملي برجر اللحمه، عملناه قبل كده على القناه من قريب، هنا قريب من اسبوع حوالي، بربع كيلو لحمه عملنا البرجر الاقتصادي، وكان تحفه جدا جدا وطعمه زي العسل. يعني انتي مشي امورك على قد امكانياتك، ما تكلفيش نفسك فوق طاقتها. الحاجه الموجوده عندك في البيت اشتغلي بيها. انا ماشيه بالمبدأ ده، الحاجه الموجوده عندي في البيت بوظفها واطلع منها منتج، مش بكلف نفسي فوق طاقتها خالص. نيجي بقى لو عندك شويه فول او جبنه صغيرين كده في التلاجة وعايزاهم يكفوا، وهم صغيرين مش هيكفوا حد، ممكن تقطع عليهم طماطم او شويه خضار، شويه خيار، اي حاجه، وحط لهم كده معلقتين زيت وقلبيهم، وباذن الله هيكفوا معاكي. ولو اتبقت منك سلطه من الغدا اوعي ترميها، هتضيفيها على الفول بتاع العشاء. خلاص ماشي. يا رب يكون الافكار دي حلوه وتعجبكم. طبعا لما تيجي تقلي البيض المقلي بيوفر معاكي جدا جدا، بياكل افراد كتير. لو انت جيتي سلقتي 3 بيضات مثلا وقليت 3 بيضات، ال3 بيضات المقليين هيكفوا اكتر من المسلوقين. المسلوقين هياخدوهم مثلا لو كل واحد واحده، مش هيكفوا حد. انت لو قليتيهم ممكن تعمليهم شكشوكه، تعمليهم بالطماطم، تعمليهم كده مقليين جنب حته جبنه، هيكفوا باذن الله. يعني البيض المقلي اوفر بكتير جدا من البيض المسلوق. ايه مثلا تاني يوفر معانا؟ انت لما تيجي تخرجي انت والولاد، لازم تحاولي انك تاكلي انت والولاد قبل ما تخرجوا من البيت، ده هيقلل كتير من مصاريفهم بره البيت. وما تخرجوش خالص من البيت وانتم جعانين، وخصوصا لو رايحين السوبر ماركت. خلاص ماشي. لو عايزه بقى تعملي سندوتشات كفته مثلا، والعدد عندك كبير والكميه مش مكفيه حد، حطي مع السندوتشات بطاطس محمره وسلطه، هيرمي معاكي حلو قوي. طبعا انا بحط في اي سندوتشات بطاطس محمره. بطاطس محمره بتزود لي الكميه ومحدش بيعرفها، بتخلي طعم، يعني الطعم بيبقى طعم السندوتش بيبقى حلو قوي. فهتكتري الكميه بالبطاطس المحمره والسلطه. خلاص ماشي. لما تيجي بقى تشتري المسحوق، هنوفر ازاي في المسحوق والحاجات البريل والدوني الحاجات دي؟ طبعا انا هجيب كل حاجه سايبه، الحاجات السايبه بتنضف وبتوفر وكل حاجه. ما تجيبيش خالص اللي موجود في السوبر ماركت، اللي موجود في السوبر ماركت ده بيكون سعره اغلى، فالحاجات السايبه بتكون ارخص بكتير. فاشتري كده الحاجات السايبه، هي بتنضف مش بتموت ولا اي حاجه، بتنضف وتوفر معانا كمان. عايزه اقول لك بقى، لو زاد معاكي عيش فينو او عيش البلد بتاعنا اللي بناكله ده، ما ترموش خالص. في ناس كده بتنشفه وتبيعه، انت لو مش هتبيعيه حمصيه كده في الفرن وطلع خرجيه، اطحنيه مع شويه توابل كده ومعلقتين نشا ومعلقه مرقه بودر، وبقى عندك احلى فيجيتار بيتي من صنع ايديك. يعني حاجه كده نظيفه وجميله جدا جدا، ووفرتي وما اشتريتوش من بره. عايزه اقول لك من الاخر، لازم تمشي بيتك على قد امكانياتك، ما نعاندش في بعض، ما نقولش دي جابت انا اجيب زيها، لا 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 خالص. احنا عايزين نمشي بيتنا بالموجود عندنا، كل واحد وظروفه، كل واحد وامكانياته، لازم نبقى راضيين وشاكرين ربنا على اللي احنا فيه. طبعا من شكر ربنا، ربنا بيزيد، الحمد لله على كل حال. ولازم كمان تواظبي على الاستغفار. طبعا الاستغفار ده سحر يا جماعه. استغفروا ربكم، ربنا هيرزقنا باذن الله. زي ما قال ربنا في كتابه، وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فلازم كده نستغفر ربنا عشان ربنا يرزقنا من وسع باذن الله، وربنا يعدي الايام الصعبه اللي احنا فيها دي. واي حد عنده اي فكره زي ما قلت لكم يقولها للتاني عشان نعدي الازمه اللي احنا فيها دي. احنا محتاجين ندعم بعضنا، يعني ندعم بعضنا ازاي؟ يعني اي واحد عنده فكره زي ما قلت لكم يقولها للتاني، وربنا يا رب يظبط لنا حياتنا كلنا باذن الله، وربنا يعدي الايام دي على خير يا رب. وهنا خلاص اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو بتاعي وعجبتكم افكاري، اشتركوا معايا في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل ودوسوا لايك للفيديو، وقولوا لي عايزين ايه الفتره الجايه. دمتم سالمين ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.